الان الكابتن صالح الزديري بعث برساله يقول مساء الخير، انا هم متواجد في كندا وطلبت تذاكر مباراه السنغال. بصراحه ما قصروا معايا لا كابتن يونس ولا الكابتن محمد ناصر، وبالنص قالوا لي اذا احنا ما نوفر لكم بطايق فالمنو نوفر، انتم اولى الناس او اول الناس بهذا الاستحقاق. حقيقه اشكرهم على هذا الموقف الجميل وعلى اسلوبهم الراقي وطريقه تعاملهم المحترمه. كل التقدير والاحترام لهم، وتحيه لضيوفك المتواجدين معك في الاستوديو. وفقط للتوضيح، والله موضوع التذاكر بعد ما اعرف انفتح، وهذا الله يسلمهم وهم يستاهلون. يستاهلون طبعا، هم نجومنا والله يعني العظيم. يعني صالح قليله عليه. لا هم يستاهلون ويشكرون الصراحه عليه. زين انا متاكد هسه اذا مو مال البطولات السابقه مال الاساطير كان احسن واحد ويا الاساطير. بعد هاي لازم تحسبها لك كابتن حكيم. بس انا متاكد لا كابتن يونس ولا محمد ناصر راح يقصرون بكل تاكيد، لان هم جيلهم ومع الرياضيين هفوات تحصل في الماضي. وانا متاكد لو ينعاد الزمن رغم انشغالات الكابتن عدنان درجال والتفاصيل كان ملتهي بالمنتخب وامور الانتخابات، لو ينعاد الموضوع مره اخرى على الكابتن عدنان درجال بكل تاكيد انا متاكد انه ما راح يروح بهذا الاتجاه. لكن في وقتها يعني صارت الاجراءات الاداريه، وارجع واقول انه خلص هو اللي يعمل يخطئ، فكابتن عدنان ربما اخطا وحشاه من التقصير وقصر مع زملائه الرياضيين من جيل 86 وايضا الاجيال الاخرى اللي تربط بهم علاقه طيبه كمدرب كاب لهم كصديق واخ كبير، يعني خصوصا مع جيل 2007. لا احنا ليش نقول بس عدنان اخطا؟ ليش ما نقول كل الاتحاد المتواجد؟ هسه انا دا اقول الاخوان الان الحاليين اللي جوي اي واحد يتواصل وياهم دا يوفروا له التذاكر والامور، فاحنا نقول يشكرون على جهدهم اللي بذلوه. قبل الختام